المنتخب الوطني المغربي المرشح رقم 1 من أجل التتويج بثالث لقب له على التوالي في هذه المسابقة القارية العربية. أجواء ترقب من طرف الجمهور المغربي لما سيقدم المنتخب الوطني المغربي ضمن فعاليات هذه البطولة التي يحقق من خلال المنتخب الوطني المغربي نتائج طيبة بعدما تصدر دور المجموعات ب9 نقاط من خلال 3 انتصارات على حساب كل من الكويت، جزر القمر وكذلك لبنان. علامة الكاملة للمنتخب الوطني المغربي الذي يبقى بالسداسية نضيفه اليوم في هذا الدور، دور الربع. تسديدة هنا في الكرة من جانب على مستوى كرة القدم من جانب المنتخب السعودي. تسديدة هنا يسارية جانبية عن مرمى الحارس الخياري. دقائق أولى، دقائق مهمة، محاولة إخراج المباراة. تمرير للطرف الأيسر، محاولة تقدم وكرة جانبية. إذن أول تهديد لعبد الله الشمري وتسدد الكرة. تسديد من طرف عثمان بمسود الرجل الذي حدد للجهة اليسرى. خالد بوسيد، محاولة الاختراق، محاولة تحضير الكرة من الجهة اليمنى. فرصة مغربية وفي الشبكة السعودية. جول 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 جول. خالد بوسيد يمنح التقدم لفائدة صدر الأطلس في الأيمن أنس العيان. أنس محاولة تقدم الافتكاك هنا. فرصة الثاني وقيمته مرشح رقم 1 من أجل لفائدة المنتخب السعودي. محاولة تسديد الكرة من فارس المال. انس، تقدم انس، تسديدة انس وفرصة الثاني، لكن هذا المرة خالد بوسيد يسارب شات أمامية. فرصة مغربية الثاني، فرصة الثاني. المنتخب السعودي الشقيق مشات كرة عرضية بعيدة، كرة غادرت جانبا، مشات كرة من الجهة اليسرى بعيد، لم تغادر الكرة دريس رئيس فني. تمرير خطوة، فرصة الثاني. جول 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 ويجول. سفيان الشعراوي بعد تيكي تاكا مغربية، بعد تيكي تاكا اطلسية تحضر في الشباك السعودية بهدف ثاني. لاحظوا وتابعوا التحول السريع واللمسة جاءت بلمسة اسماعيل مزال. خذوا هاتم مزال يحضر الكرة ثم المنتخب كعائلة منتخب يضرب به المثل في كل شيء رفقة الناخب ديريك سنة 1998. والتسديدة جانبا والفرصة تكتسي نوعا ما طابع الخطوة. كذلك حل المنتخب الوطني المغربي وصيفا مشات عناصر المنتخب السعودي. فرصة وتألق من جانب الخيار. فرصة الثالث شباب، فرصة الثالث فرصة الثالث. ماذا هناك الهدف أسود القاعة في هذه المنافسة ولا الفرصة ولا التسديد في هذه البطولة. فرصة البحث للتسديد ومتابعة من بوريت. تؤكد أكيد هنا الخطأ هنا الفرصة. جول 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 جول. أنس العيان يضيف الثالث من رقم 3. أنس العيان يحضر الثالث لفائدة المودين. يكون فرصة للمنتخب الوطني مواصلة السيطرة والبحث يتخذها مادام يعرف بأنه كلما تقدمت الكرة عليه. تمريرات اسماعيل مزال برجل اليمنى بومزو والحكم يشير بخطأ حساب المنتخب العراقي ب3 أهداف دون مقابل. الثالث نتمنى كذلك إن شاء الله تكون المغرب. أسود الأطلس، أسود القاع. هنا الفرصة، تسديدة التسديد الخياري في متابعة الكرة الأولى والثانية. الخياري البحث عن الرابع. جول 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 ويجول. رضا الخياري يسجل. قد تكون قاسية على المنتخب الشقيق المنتخب السعودي. نواصل الطرف اليسار، كرة حمزة أبو يوسين. فرصة مغربية، إيقاف الفرصة، محاولة استغلالها من جانب عناصر المنتخب السعودي. يبحثون هنا من أجل التدريبات خارج الأرض. من الجهة اليسرى نواف تقدم، محاولة تسديد من إسماعيل مزال من جديد عبر الجهة اليسرى. تسدد فكرة ذكية عناصر المنتخب السعودي. عمر الدبل هنا الخطأ يحتسب. رقم 5 هنا فرصة وضعت الفرصة للمنتخب الوطني المغربي. خالد بوسيد، ملعوبة تسدد بلاي اوف بحضور ثنائي مغربية
محاولة التقدم الآن من وسط عودة إدريس رئيس الفني حولي السعودية يقدم أجمل الرسائل من المدرجات. هنا جول أول هدف يسجل للمنتخب السعودي من نواف. إذا نواف رقم 4. نواف هنا فرصة والهدف ردة الفعل هذا المرة من طرف إدريس رئيس الفني.